مرحبا بكم متابعينا الكرام. إذا شهدت مرتفعات ولاية سطيف اليوم الاثنين 15 ماي 2023 تساقطات ثلجية هامة بأعالي مرتفعات البابور شمال الولاية. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل كبير اليوم صور رائعة لثلوج ماي، والتي تساقطت بكثافة صبيحة اليوم الاثنين بالبابور، وهذا بعد أن عرفت ولاية خنشلة أمس أيضا تساقطات ثلجية هامة. هذا ومن المرتقب عودة الشتاء مرة أخرى وبقوة نحو الجزائر مع أواخر ونهاية هذا الأسبوع، وسنوافيكم بالتفاصيل خلال قادم الساعات.